10 حاجات بجد بتفرق معايا في كل سفرية. هقول لكم تجيبوهم منين واسعارهم ايه، وكمان هم تحت 300 جنيه. الحاجات اللي كلنا بنشيل همها قبل السفرية هو الحاجات دي كلها هتخش جوه الشنطة ولا لأ، بالذات لو احنا مسافرين سفرية في الشتاء. معانا جاكيتات، معانا حاجات كتير بتاخد مساحة من الشنطة. جبت لكم ايتم كنت بشوفه في تيك توك وبجد ما كنتش مصدقة ان هو بجد شغال لحد ما جبته يا جماعة وجربته، بجد فظيع. الايتم ده هو الفاكيوم اير باج او الشنطة اللي بتسحب هواء بالمكنسة. الفكرة كلها في الشنطة دي انها بتحطوا فيها كل الحاجات اللي انتوا عايزينها وبتسحب الهواء اللي موجود جوه الشنطة، فبتصغر لكم حجم الحاجات بتاعتكم جدا وما بتاخدش اي مساحة في الشنطة. وهي كمان مش هتساعدكم في السفر، هتساعدكم لو انتوا مثلا بتشيلوا حاجات الشتوي للصيفي، لو انتوا ما عندكوش مثلا مساحة كبيرة في البيت فعايزين توفروا مكان تحطوا فيها الحاجة وتسحبوا الهواء وخلاص كده. تاني منتج بجد انا شخصيا، عشان انا شخصيا مش منظمه قوي، بينقذ حياتي وانا مسافره، منظمات السفر دي. طبعا انتوا شفتوها في كل حته، بس بجد هي فعلا 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 مفيده. ممكن تكون ده اكتر منتج في اللي انا هقوله لكم في كل الفيديوز بالنسبه لي مفيد. انا من كتر ما حبيتهم انا جبت منهم 3 ساتس مختلفه بالوان مختلفه، زي ما انتوا شايفين هنا دول بجد الوان مختلفه كلهم مختلفين عن بعض، وكل شويه عماله بجيب تاني علشان هي بتحطوا فيها كل اللي انتوا عايزينه. يعني هنا مثلا دي واخده 10 حاجات كلهم اتقل من بعض، ويبقى انتوا منظمين الدنيا جوه الشنطه. يعني مثلا عارفين انه هنا مثلا البنطلونات، هنا الجاكيتس، فمش محتاجين ان انتوا تطلعوا كل حاجه وتحطوها تاني، بالذات لو عندكم سفريه قصيره. حاجه تانية بجد بتكون بالنسبه لنا حوارات كتير قوي لما اجي اخدها معايا وانا مسافره، وهي الاكسسوارز. بالذات لو معايا حاجه غاليه وخايفه عليها، الاكسسوري بوكسز بجد بتكون بتاخد مساحه كبيره قوي. في حاجات منهم مبدئيا بتتوسخ زي الاكسسوري بوكسز القطيفه، ما بحبهاش خالص، ودايما بجد بتتوسخ مني وبتقلب الوان غريبه جدا، وكمان مساحتها مش بتبقى لذيذه. فلقيت لكم الاكسسوري بوكس البلاستيك ده ميزته ان هو فيه سيبريتورز جوه البوكس نفسه، فتقدر تاخد بقى سلاسل، حلقان، اي حاجه انتوا عايزينها. وفي كمان مرايه فتقدروا تستخدموه كمثلا حاجه لو انتوا بتحطوا ميك اب او تشوفوا نفسكم وانتوا بتحطوا الاكسسوري، وكمان تشيلوا السيبريتور بتاعه او الحاجه اللي بتنظم جواه، وهتلاقوا البوكس نفسه فاضي تقدروا تحطوا فيه مثلا حاجه اكبر لو عندكم مثلا كوليه كبير او سلسله كبيره، لو انتم مسافرين مثلا فرح او حاجه محتاجين اكسسوارز كبيره شويه. المنتج اللي جاي ده هيفرق قوي مع البنات، هي الاورجنايزرز دي. بجد يا جماعه انا دايما كنت بعاني ان انا اولا عندي برودكتس مش بعرف اقفلها كويس، فلما بتتحط جوه الشنطه بيطلع كل الحاجه بره. تاني حاجه ساعات بيبقى عندي برودكتس كبيره قوي زي ديل شعري او اي حاجه، وكل ما اجي اخدها معايا ما الاقيلهاش مكان اصلا. ده غير بقى انا لو مسافره بره مصر ده اصلا مش هيطلع معايا على الطياره. فدي بتاخد الحاجات اللي انتوا عايزينها، وفي منها اشكال مختلفه. في حاجات ممكن تحطوها للبرفيوم، في حاجات ممكن تاخد البرودكتس اللي هي زي ده مثلا. في مثلا واحده منهم بجد لذيذه قوي، ساعات بحط فيها مثلا ليبستيك او حاجه ممكن تكون ليكويد بس صغيره ومش محتاجه منها كتير، وبتيجي معاها الليبلز دي. الليبلز دي بيكون مكتوب عليها اسامي كل حاجه انتوا عايزينها، يعني مثلا شامبو، كونديشنر، سان سكرين، اي حاجه انتوا عايزينها هيكون مكتوب عليها عشان تكونوا عارفين الحاجه دي ايه هي. حاجه من الحاجات اللي برضو لو مسافرين سفريه انترناشونال او حاجه سفريه دوليه، بجد بيبقى بالنسبه لنا صداع اروح اعمل بوردنج والاقي ان شنطتي اتقل من اللي المفروض اجيبه معايا، والاقي نفسي مثلا بدفع، او ممكن يكون في المطار اصلا ما فيهمش ميزان فاقدر اوزن شنطتي قبل ما اعمل بوردنج. فعشان اسهل على نفسي البروسيس دي، في ميزان، الميزان ده صغير جدا ما بياخدش اي مساحه خالص. الميزان ده بنقدر نوزن بيه الشنطه قبل ما نطلع على السفريه، لذيذ قوي وبيجيب بجد الاوزان بجد بكل دقه. فحاجه مهمه جدا لازم تاخدوها معاكم بالذات في السفريات الدوليه. منتج تاني لذيذ قوي وبجد هيفرق معانا بالذات في السفريات اللي احنا بنبقى خايفين منها ورايحين مكان مثلا حاسين ان هو مش سيف قوي ممكن نتسرق فيه، هو البتوع دول. الكليبس دول عبارة عن حاجات بتحطوهم في
في السوسته بتاعه الشنطه وتقفلوا بيها، بجد بتفرق جدا وبتخليكم حاسين ان انتوا مرتاحين طول ما انتوا مسافرين. انها حاجه محدش يقدر يفتح الشنطه، ولو حتى حاول يفتح الكليبس دي انتوا هتحسوا، بتزود قوي الامان ليكم وانتوا مسافرين، بالذات في البلاد اللي معروفه ان هي فيها سرقه. تقدروا تستخدموها لو انتوا مثلا في مترو، في مول، في حاجه زحمه، بجد بتفرق قوي. وبصراحه انا ما لقيتهاش غير على شي ان، وبيجي منها كتير قوي، فممكن تستخدموها انتوا وعيلتكم كلها، او تحطوها على شنط مختلفه، شنط سفر، شنط ايد، اي حاجه انتوا محتاجينها. نخش بقى على اكتر برودكت بجد بالنسبه لي لذيذ جدا، بالذات في سفريات الصيف، وهو الكفر بتاع النضارات الشمس. ده بجد حلاوته ان انا كنت دايما يا اما بجيب نضاره يا اما نضارتين اخري، علشان مش بلاقي مكان احط فيه النضارات بتاعتي، عشان الكفرات اصلا بتاعت نضاره الشمس بجد كبيره. فحلاوه الكفر ده ان هو بتفتحوه مبدئيا حجمه قد حجم الكفر بتاع نضاره الشمس، كانكم واخدين كفر واحد بس، فحجمه صغير جدا ولذيذ قوي. ثانيا بتقدروا تاخدوا فيه نضارتين او 4 كمان لو انتوا حابين. حاجه من الحاجات اللي بجد كمان خطيره بالنسبه لي واكتشفتها كده بالصدفه، هو السولار باور بانك، بالذات لاي حتى كونتنت كريتور او حد بيسافر بيكون محتاج ان هو يشحن حاجات كتير معاه. ممكن يكون معاه مثلا باور بانك، او ممكن تكون معاكم كذا شاحن ومش مكفي، او الشواحن بتاعتكم او الباور بانكس بتاعتكم اصلا خلصت. فالسولار باور بانك ده ميزته انه وانتوا قاعدين مثلا على البحر، وانتوا قاعدين في اي مكان فيه شمس، تقدروا تحطوه، وهو بيكون فيه سوكت زي ده كده، تقدروا تشحنوا منه اي حاجه انتوا عايزينها. هو بيشتغل بالطاقه الشمسيه، فمش محتاج اي نوع من انواع الشحن، مش محتاجين مثلا تحطوه في اي كهرباء. فبجد حاجه من الحاجات اللذيذه جدا وبتفرق معايا قوي وانا مسافره. من اسخف الحاجات اللي ممكن نمر بيها في السفر ان انا ابقى عندي برفيوم غاليه او حاجه انا بحبها والاقيها تترمي واحنا طالعين الطياره، او اكون عندي برفيوم عايزه اخدها معايا في الشنطه والبرفيوم دي مثلا كبيره او خايفه انها تتكسر معايا في الشنطه. فالبوتل الصغيره دي لذيذه جدا ان انتوا بتقدروا تحطوا فيها البرفيوم، مجرد بس بتفتحوا الحته اللي فوق وتدخلوا السائل بتاع البرفيوم جوه العلبه الصغيره دي. بجد بتسهل عليكم الدنيا جدا، تقدروا تحطوها في الشنطه بتاعتكم، صغيره قوي وفيها الوان كتيره جدا. واخر حاجه معانا النهارده هو المايكرو فايبر تاول. دي عباره عن فوطه صغيره جدا مايكرو فايبر، وبيبقى فيه من وراها مكان كده تحطوا فيه ايديكم. حاجة من الحاجات السخيفة جدًا وإحنا قاعدين على البحر، إن نطلع من البحر داخلين العربية نلاقي رجلنا كلّها رمل، ونقعد بقى ندوّر على مكان نغسل فيه رجلنا وحوارات. فدي بجد بتنجز معاكم وقت أوي، إن أنتم وأنتم قاعدين في البحر أو أنتم طالعين من البحر تقدروا تستخدموها، وبتنزّل الرملة كلّها وتخشوا العربية براحتكم وما تدخّلوش رملة جوّه العربية. ولو جربتوا اي حاجه من البرودكتس دي اكتبوا لي في الكومنتس، ولو عندكم كمان اي منتجات تانية شايفين انها لذيذه للسفر اكتبوها لي برضو اشتريها ونعمل فيديو. معظم المنتجات دي هتلاقوها على نون، وتقدروا تستخدموا برومو كود مايار1 عشان يديكم من 10 ل 15% خصم على المنتجات دي وعلى اي منتجات تانية موجوده على نون دلوقتي. من اكتر الحاجات الحلوه على نون ان هو فعلا بيبقى عنده منتجات اللي موجوده على شي ان، والحاجات اللي بتكون صعبه اصلا ان انا الاقيها في اي حاجه تانية في مصر. كمان عندهم اوفيشال ستورز لحاجات كتيره كبيره زي اديداس، لوريال، كيكو، الحاجات اللي هي اصلا برضو مش بتكون موجوده بسهوله في مصر، او الويب سايتس بتاعتها بتكون سخيفه، لازم اروح الستور نفسه عشان اعرف اشتري. فهم عندهم الاوفيشال ستورز بتاعه البرودكتس دي والبراندز دي، فدي من اكتر الحاجات اللذيذه اللي هتلاقوها على نون. هم عاملين سيل كبير جدا للبلاك فرايداي، فانصحكم ان انتوا تخشوا تتفرجوا عليه وتشوفوا لو انتوا عايزين تجيبوا حاجه. وهابي شوبينج.